بون ليكيب كما راكم تشوفوا، هذا هو الموقع اللي راح نفتحوا فيه البيزنس مانجر الخاص بنا. هذا هو الموقع business.facebook.com/overview. بيزنس مانجر هو راه مكان لإدارة حملاتنا التسويقية، وبه راح نقدروا نديروا بزاف من الحملات التسويقية، وأكيد راح يفيدنا باش نفتحوا عدة متاجر، يعني تقدر منها تجيري عدة متاجر، وأكيد راح يعطيك بيانات وإحصائيات على البيكسل الخاص بك. يعني قبل ما دير الإعلان وحتى مور ما دير الإعلان راح كيفاش راح تتحصل على هذا الداتا وهذه البيانات تاع المستهدفين عن طريق البيكسل اللي مربوط بالبيزنس مانجر. هنا راح نضغط على كريي اكونت، راح تخرج لك هذه الواجهه. هنا انت كيفاش راك حاب تسمي الانتربريز الخاصه بك، تعطيها اسم. هنا انا على سبيل المثال نكتب هنا إلياس برو. هذه لازم تكون فاتح صفحه وتكون بنفس الصفحه اللي انت راح تخير هنا. شغل هذا الاسم لازم يكون مثل الصفحه اللي انت راك فاتحها بحسابك الفيسبوك، ثم لازم تفتح صفحه بنفس هذا الاسم. هنا الاسم نتاعك انت اكتب واش راك حاب هنا في الاسم. انا على سبيل المثال نكتب الياس، وهنا تحط الايميل بروفيسيونيل. يعني انت لما راح تولي تجيري الكونت تاعك تاع البيزنس مانجر راح دير اعلان ولا يوقفوا لك اعلان ولا يحبسوا لك الكونت بيبليسيتير، هادو كامل راح تشوفهم في الايميل نتاعك. يعني لما يقبلوا لك الحمله الاعلانيه راح توصلك الايميل تاعك يقولوا لك فوتر بيبليسيتي اي ابروفي، يقولوا لك سا ديبون بيبليسيتي ريجوتي. يعني كامل راح يصراو في الايميل الخاص بك. انت هنا تحط الايميل الخاص بك. انا راح نحط الايميل، بعدها راح ندير انفواي. كما راكم تشوفوا ليكيب هنا جربت ندير فقط الياس ودرت انفواي، خرجت لي هذه الكتابه فوتر نون اي فوتر برينون دوفي اتر سيباري، تما لازم يقول لك سيباري. انا واش راح ندير باش نيفيتي كامل الحكايه تاع الفيسبوك؟ راح ندير اسمي تاع حسابي في الفيسبوك، بعدها ندير انفواي. لما راح ندير انفواي كما راكم تشوفوا هنا لو نون كو vous avez choisi pour votre entreprise n'est pas valide et c'est plutôt Elias Pro. راح نجرب ندير الياس برو كيما هكذا. كما شفتوا دروك ليكيب، يعني كما فتحتوا الصفحه تاعكم لازم تحطوها هنا في الاسم. دروك قالوا لي كونفيرمي فوتر ادريس ايميل، راح ندير تيرميني. كما شفتوا ليكيب هذه لازم تفتح الصفحه وكيما الاسم اللي تحطه في الصفحه تحطه في واجهه تاع البيزنس مانجر، بعدها ندير كونفيرمي فوتر ادريس ايميل. راح نضغط على تيرميني. بعد ما درنا تيرميني خرجت لي هاد الواجهه. الان واش راح نديرو؟ راح نروح لتو لي زوتيل، بعدها نذهب الى جيسيونير دو بوبليسيتي. يعني منها راح نقدروا نديروا كامل الحملات تاعنا. ولكن هذا الفيسبوك يعني هي من الاحسن ما تفتحوش بحسابك الشخصي، لانه يعني تفادى كل التفادي انك تفتح هذا الكونت بحسابك الشخصي، لانه يمكن من القدام الفيسبوك يمكن راح يغلق لك هذا الحساب، ثم انت ايفيتي الماكسيموم. اذا ما كانش عندك معليش، وهي من الاحسن انك تشتري حساب مثل ما راح نوري لكم في الفيديوهات القادمه باذن الله تعالى. الفيسبوك لازم فيه خطوات. اول شيء ننشئ حسابنا ونشأناه، ثاني شيء لازم تضيف صفحة، وثالث شيء لازم تدير ميثود دو بايمون، يعني اجوتي ان بايمون. انت كيفاش راك حاب تخلص الفيسبوك. الان راح نروحوا نضيفوا لي باج. كيفاش تضيف لي باج؟ يعني كما راكم تشوفوا هذه هي واجهه البيزنس مانجر. يعني راح تشوفوها يمكن تبان لكم حاجه صعيبه، تشوفوا فيها بزاف صوالح، ولكن هي حاجه راهي بسيطه، فقط بالممارسه راح تتعلموا كلش. يعني هنا جيستيون دو بوبليسيتي، يعني تجيري لي بوبليسيتي تاعك. هنا بارامتر دو كونت، تشوف الحساب نتاعك تاع حساب بوبليسيتير. هنا كاليتي دو كونتيني، تشوف كونت تاعك. ولكن انا هنا راني بحسابي الشخصي، راح نضغط هنا باش نروح للحساب اللي راني انا فتحته البيزنس مانجر. اولا وين الكونت بيزنس، هذا هو اللي فتحناه الياس برو. راح نضغط على الياس برو، بعدها راح يديني الان راني بالحساب البيزنس مانجر اللي فتحناه. واش راح ندير؟ راح نضغط على هذه التولي زوتي من الفوق،
بعدها راح نروح بارامتر دو انتربريز. علاش نروح ليها؟ لانه كاين بعض الخطوات راح نتبعوها باش يعني ناكدوا حسابنا البيزنس مانجر، وباش نطبقوا الحمله الاعلانيه نتاعنا وتجيب لنا ريزلتا. يعني هاد الخطوات اللي راح نفوتوا عليها اذا انت ما درتش واحده منهم ما راحش تقدر تطلق الحمله الاعلانيه الخاصه بك. اول خطوه انه نضيفوا صفحه جديده، ثانيا انه نديروا كونت بيبليسيتير، ثالثا انه نضيفوا لاكارت فيزا انت كيفاش راك حاب تخلص الفيسبوك، وخامسا او رابعا راح انت نضيفوا البيكسل الخاص بنا، وسادسا نديروا الدومين الخاص بنا. الان على سبيل المثال راح نروحوا لباج بيج، يعني كما راكم تشوفوا هذه الواجهات. خلينا على بارامتر انتربريز نعتذر فقط من الانترنت راهي ثقيله شويه. كما راكم تشوفوا الياس برو اونكور باج. واش راح ندير؟ راح ندير اجوتي ان باج. راح نروحوا لي بيج كري اي باج، يعني راح نكري قدامكم الان اي باج ياس كاتيجوري. نكتب برودوي فارماسيوتيك على سبيل المثال. راح ندير هنا نكتب الياس شوب، الياس شوب، وراح نضغط على كري ان بيج. بعد ما راح ضغط عليها قالوا لي بلي ساي سي بون لاباج تاعك راهي سي بون تكريات، كيتي لاباج نعمل اكتواليزي. بعدها راح نلقاو بلي لاباج تاعنا اللي راني كريتها دوكا راح تظهر هنا من الاسفل. راح نضغط عليها، ندي هذا الرابط اللي من الفوق، نعمل له كوبي، نرجع لحسابنا ندير اجوتي اي باج، لانه هذه راني انا فتحتها الان بحسابي سما انا راني ادمي فيها. راح نقدر نضيفها عادي جدا. انت راح دير اجوتي ان باج. لهنا الان قالوا لي بلي لاباج سي بون راهي اجوتات. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه نذهب الى الكونت بيبليسيتير. انت لازم دير كونت بيبليسيتير، لانه كونت بيبليسيتير هو اللي راح تجيري به الحملات الاعلانيه الخاصه بك. راح نضغط على اجوتي، بعدها ندير كري ان كونت بيبليسيتير، او هنا اذا كان عندك كونت بيبليسيتير اخر تقدر ديرو هنا اجوتي وتحط لي زانفورماسيون تاعو. انا راني حاب نكري كونت بيبليسيتير الان، نسميه الياس شوب. التوقيت نعمل على توقيت تونس، توقيت تونس، نعمل على توقيت تونس. انا راني حاب الكونت بيبليسيتير تاعي يكون بالاورو، يعني نخلص الفيسبوك بالاورو ويظهر لي بالاورو، لانه انا عندي بطاقه بايسيرا وبطاقه وايز. راح بعدها نضغط على سويفون. هنا راه يقول لك سو كونت بيبليسيتير سوغ يوتيليزي بور ماي بيزنس او اون اوتر انتربريز. انا راح نديرها ماي بيزنس، انا اللي راح نعمل به. بعدها راح ندير كري. لما راح نعمل كري راح تخرج لك هاد الواجهه. راح نضغط هنا على الياس عبد النور لان انا نجيري، هنا راح نضغط على كنترول توتال جيري لو كونت بيبليسيتير، يعني راح نقدر نتحكم في هاد كونت بيبليسيتير في كل شيء. بعدها نضغط على افيكتي. بعدها راح تخرج لك هاد الواجهه يقول لك اجوتي دي انفورماسيون دو بايمون. راح نضغط عليها. الان انت الفيسبوك كيفاش راك حاب تخلصوا؟ انا صراحه راح عندي بطاقه وايز، راح نوريكم. اكيد راكم شفتوا الفيديو تاع كيفاش ديروا البطاقه تاع وايز الخاصه بكم. الان هنا راح نضيفوا البطاقه تاع وايز. راح ندير الجيريا اورو ديفيز. اكيد تمام، شكرا. الان راح نحوس على البطاقه الخاصه بي وراح نحطها معكم. راح نضغط على الفيزا، على فيزا. بعدها هنا قال لك باللي لا هنا النيميرو دو لا كارت. نحط النيميرو دو لا كارت. عندي النيميرو 4. يعني هنا كما راكم تشوفوا ليكيب، هنا تحط النيميرو تاع لا كارت، وهنا تحط اسمك، وهنا تحط الشهر والعام متى يكمل، وهنا نحط السي في اللي يجي وراء وراء البطاقه. راح نعمر هاد لي زانفورماسيون تاعي ونرجع لكم.
هنا بعد ما حطيت لي زانفورماسيون تاع لاكارت الخاصه بي راح نضغط على اونجستري. ننتظر بضع ثواني باش يقولوا لي فوتر كارت يعني راهي سيبو. كما راكم تشوفوا ليكيب كارت اونجستري افيك ستيكس. انت راح تاجوتي لا كارت تاعك. رانا درنا الخطوه الاولى لا باج، والثانيه لو كونت بوبليسيتير، والثالثه كيفاش راح نخلصوا الفيسبوك بايمون. راح نديرو تيرميني. بعدها راح نرجع هنا سورس دي دوني برين سيفتي. هنا موين دو بايمون. هنا موين دو بايمون. حنا هاد البايمون اللي درناه تاع كونت بوبليسيتير فقط. تما درنا تاع كونت هاد البوبليسيتير درنا فيه موين دو بايمون. دروك راح نروحو موين دو بايمون دو البيزنس مانجر الخاص بنا. راح نديرو اجوتي ان موين دو بايمون. وي سويفون. الان راح نختار كيفاش راني حاب نخلص البيزنس مانجر تاعي، كيفاش راح يكون العمله راح تكون بالاورو. بعدها راح نضغط على سويفون، ونعاودو تاني كذلك نحطو الكارت الخاصه بنا. يعني نحط الكارت تاعي ونعاود نرجع. هنا حطيت لاكارت تاعي ودرت اونجستري. راح تخرج لي بلي لاكارت تاعك راهي انضافت. بعد ما نضيفو لاكارت نتاعنا يعني الان راح نقدروا نديروا الحمله الاعلانيه الخاصه بنا. كما راكم تشوفوا ليكيب الان ضفنا لاكارت اي اونجستري افيك 6. بعدها في الفيديو القادم يعني راح نتكلموا كيفاش تقدر تضيف الدومين، وكيفاش راح تربط البيكسل الخاص بك. يعني بيكسل هو يعني في الفيديو القادم راح نشرحوا البيكسل ونتعلموا كيفاش نضيفوه. الان راح نتكلم على واجهة اكتواليزي باش الفيزا تظهر. الان راح نتكلم على جيسيونير دو بوبليسيتي. انت لما راح تدير لما انت راك تحوس تبيع فقط، يعني احنا رانا نحوسوا نبيعوا. كيفاش راح تبيع؟ هادو كامل راح نتكلموا عليهم في فيديوهات، يعني كل فيديو راح يكون كل شيء نتكلم عليهم. راح نضغط على جيسيونير دو بوبليسيتي. راح نتكلموا على كيفاش انت تقدر تطلق الحملة الإعلانية الخاصة بك. هنا انت احنا علاش نختاروا الفيسبوك باش هو يدير لنا الحملات الإعلانية نتاعو؟ لأنه راه عنده مليارين مستخدم. يعني الفيسبوك راه يعرف الناس، وراه يشوف ويعرف شكون يشري وشكون ما يشريش. يعني تقدر تقول باللي انه راه عنده داتا كبيره بالبزاف، وانت تقدر تحدد هذيك الداتا اللي يشرو. انت تقدر تحدد الهدف، واش راك باغي يشرو عليك، راك حاب تزيد ترافيك، يعني كامل انت تقدر تحددهم عن طريق الفيسبوك. الان راح نضغط على كري. يعني انت لما تجي تطلق الحمله الاعلانيه نتاعك راح تضغط على كري. اوكي، راح نضغط على كري هنا. يعني كما راكم تلاحظون انت واش الهدف نتاعك من هذه الحمله. البراند يعني هنا دو لا مارك، يعني البراند. انت هنا راك حاب الفيسبوك يعرف البراند تاعك وتعرفوا على البراند الخاصه بك في المنطقه تاعك، او انت تختار المنطقه. هنايا يعني تزيد في الكوفرتير تاع لاباج نتاعك، يعني تعرف الناس ثاني. كذلك تقدر تقول ثاني تعرف الناس على في المنطقه تاعك على صفحتك الخاصه. الترافيك تحول الناس للمتجر الخاص بك. الانجيجمنت يعني هذه اللي هي انجيجمنت يعني انتراكشن، هي راح تزيد في التفاعل على الحسابات الخاصه بك. يعني انت تحوس الحساب نتاعك يكون عليه تفاعل، لي كومونتير، لي جيم، اعجابات، كامل هذه راح تقدر ديرها هنا في الانتراكشن اللي هي الانجيجمنت. هنا انستالاسيون دابليكاسيون، يعني انت راك حاب الناس يطلعوا كاش ابليكاسيون الخاصه بك تاع ابليكاسيون يمكن تصلح طوموبيلات تاع التجار، يعني اي ابليكاسيون راك حاب الناس يطلعوها هنا تقدر دير هنا. هنا لي فيديو راك حاب من الحمله تاعك انك تجيب مشاهدات على الفيديو الخاصه بك.
وهنا هذه جيسيونير، يعني راك حاب تزيد المشاهدات، وهذه راك حاب تجمع الداتا محتملين جينيراسيون دو بروسبكت. يعني راك حاب اذا راك حاب تجمع يعني داتا على الناس، لي داتا على كامل الناس، تقدر دير هذه. وهنا في اللي ميساج يعني راهي باينه، راك تستهدف حمله الرسائل. وهنا الكونفرجن يعني المبيعات يتحولوا للموقع الخاص بك. وهنا فونت كاتالوج يعني تحط الكتالوج الخاص بك انت. الان انا راني حاب عن طريق الرسائل، راح نضغط على الرسائل، راح ندير كونتينيو. لو كان تجي تشوف هنا في الحمله تاعنا عندنا هذه الاولى، وعندنا هذه الثانيه، عندنا هذه الثالثه. يعني الاولى اللي هي يعني بالانجليزيه كامبين، يعني الحمله الاعلانيه. هنا انت تقدر من هنا تقدر تضغط على هذه من هنا، تقدر تضغط على هذه هنا ودير ديبليكيت. يعني تقدر على سبيل المثال نضغط على ديبليكيت، يعني راح يخرجوا لك بزاف من ديبليكيت. انت واش حاب دير يعني كما تحب انت. هذه ديبليكيت اذا انت حبيت دير اعلان لمنتج ولكن تغير له في كلش، يعني يكون مختلف. فاهمين لي كيف زعما الاعلان تاعك الحمله الاولى ما تكونش تشبه الحمله الثانيه، ما تكونش تشبه الحمله الثالثه. واكيد انت لازم تجرب، لانه ما كانش اللي يقول لك دير هاد الخطوات تحصل على هاد النتائج، ما كانش اللي يقول لك دير ا بي تحصل على سي. لانه فيسبوك كو خطره كيفاش لازم تجرب عده حملات اعلانيه وتخسر في البدايه شويه، بعدها راح تلقى المنتج المربح وتلقى اللي تخدم عليه. الان كما تلاحظون هنا الاولى كامبين، الزوجه الاد سيت، والثالثه الاد. الاولى اللي هي هدف يعني هي هذه هدف الحمله تاعنا، الهدف الحمله الهدف تاع الحمله تاعنا الكبيره. يعني هذه هي الهدف الحمله تاعنا الكبيره. معنا عن طريق لي ميساج. هنا كاتيجوري ما نختاروش كاتيجوري، انا هادو كامل ما نختارهمش، بعدها سوف نتكلم عليهم في فيديوهات قادمه باذن الله. نروح للثانيه. هذه الثانيه اللي هي فيها ادسات، اللي فيها مجموعه كبيره من الاعلانات. واكيد راح كل حمله كبيره تكون عندها حمله صغيره. الهدف تاعها يعني هذا الهدف تاع هذه الحمله الصغيره هي توصلنا للحمله الكبيره اللي رانا حابينها. وفي هذه الحمله راح تقدر تغير في الحملات باش تعرف وين اللي جابت لك النتيجه، وهذيك هي اللي تخليها. الان على سبيل المثال هذه هنا راح نسميها، انا راح نسميها ليس شوب. بعدها راح نهبط للاسفل. هنا يس شوب يعني عطيتها الاسم. هنا تيب دو لا بوبليسيتي، انت كيفاش راك حاب لا بوبليسيتي تاعك تظهر، ميساج سبونسوريزي ولا تقول له انفاي ان ميساج. انا راني حابها انفاي ان ميساج، نضغط عليها اوكي. هنا لابليكاسيون يعني اللي راك حاب يتواصل معاك فيها الزبون. انا راني حاب الميسنجر، ما رانيش حاب الانستغرام والواتساب، راني حاب ميسنجر فقط اوكي. بعدها نروح نذهب لي كونت. لي كونت انا عندي عده صفحات، يعني صفحات اللي انت تكون فيهم دائما تقدر يعني تحدد اي صفحه انت راك حاب يظهر فيها الاعلان. يعني ماشي الصفحه اللي سجلنا فيها هي فقط، لان نقدروا نديروا بها غير هي فقط الاعلانات، يعني ما نقدروش نديروا بصفحات اخرى. لا تقدر تدير يعني بصفحات اخرى مام اذا ما سجلت بها في البيزنس مانجر. يعني هذيك الصفحه تقدر الصفحه اللي سجلنا بها في البيزنس مانجر سحقينها غير باش نسجلوا بيزنس مانجر، ولكن بعدها في الاعلان نقدروا نعرضوا الاعلان تاعنا في صفحه اخرى نكونوا احنا ديزادمين فيها. هنا راح تقدر هنا راح تحدد انت البيجي الخاص بك. يعني لما نديروا الحمله تاعنا راح يكون فيها البيجي، انت شحال راك حاب تصرف على يعني شحال راك حاب فيسبوك يدي. هذه كونفرجن، يعني هذه دائما نبحث عنها. كاين كونفرجن ولا كليك سور ليان، نحن نبحث عن الكونفرجن يعني اللي هي المبيعات. بعدها راح نهبط من اسفل اجيتي لي زوبسيون. هنا تقدر تشوف باس دو فاكتوراسيون، يعني هذو اللي نحتاجوها.
لا نحتاج هذا فقط، نحن نحتاج هذه الواجهة. انت هنايا يعني تقدر تعدل على البيدجي نتاع شحال راك حاب تصرف في النهار. انا على سبيل المثال راني حاب ندير تيست فقط بخمسة اورو للنهار. ما خمسة، اذا حطينا 5 اورو راح تكون عندي من 6.5 يعني 6500 حتى 19,000 شخص يمكن يلحقوا هذا الإعلان الخاص بي، يعني يقدر يشاهدوا هذا الإعلان الخاص بي. بعدها هنا حطينا البيدجي، يعني أنت تقدر تتحكم في البيدجي الخاص بك. وهنا لا دات يعني وينتا تبدأ. أنت تخيل لا دات يعني راح هنا 12، هي من الأحسن هنا نديرها 12، وهنا نديرها على سبيل المثال اليوم 14 دات نديرها 13، نديرها هنا دبل زيرو. لانه الاعلان تاعك يمكن فيسبوك انت لما راح تطلق الاعلان الخاص بك ما راحش تعرف الفيسبوك وين راح يوقف، وين راح يطلق وين راح ياكسبتي هذا الاعلان الخاص بك. ثم يمكن ياكسبتيه بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد 20 ساعه، ثم انت ما راحش تعرف. ثم هي من الاحسن انه تديره على 12 تاع الليل، وبعدها هو يقعد يدير اونكور اكزامان ويطلق لك الحمله تاعك. يعني اذا درتها، اذا طلقت الحمله على 9 تاع الليل، طلقتها على 9 تاع الليل واكسبتها لك على 10، ثم عندك ساعتين، في هذوك الساعتين راح يصرف هذاك المونطول اللي تكون داير، ثم في ساعتين فقط راح يصرف 5 اورو. هي تقدر تلقاها في اكثر. هنا تحب تدير لا دات وينتا ينتهي الاعلان الخاص بك. انا صراحه ما نديرش هذه تاع وينتا ينتهي الاعلان الخاص بي، لانه انا نقدر نوقف الحمله نتاعي في اي وقت اريد. انا ما راحش ندير، ولكن انت اذا كنت تريد تحدد وين تكمل هذه الحمله تقدر تضغط هنا، تقدر تحط لا دات وين تكمل وهنا الوقت، وعادي جدا. بعدها نذهب للاودينس. انت اكيد يعني الحاجه اللي تعجبني في الفيسبوك راح تكون عنده الفئه المستهدفه، يعني راح تكون تعرف وين تطلق الحمله نتاعك، تعرف كيفاش تجهز الميزانيه نتاعك. هادو كامل تقدر انت اللي تتحكم فيهم وتقول للفيسبوك ماذا تريد. على سبيل المثال ندير يوتيليزي لودونس اونجستري، انا مانيش اونجستري. على سبيل المثال راح ندير كري اودينس. هنا اودينس بيرسوناليزي، هنا اودينس سيميلار. هذه سيميلار يعني هي يعني هي في الفيسبوك ادز راح نتعاملوا بزاف بالانجليزيه، ثم هذه هي لوكولايك. لوكلايك هذه يعني هي الثانيه، يعني هنا اودينس بيرسوناليزي. على سبيل المثال راح نضغط عليها، وهنا تحب انت واش راك حاب تستهدف من هذا الجمهور، يعني الناس اللي في السيت ويب ولا لابليكاسيون ولا لي سوس تاع لي فيديو اللي يشاهدوا فيديوهات بزاف راك حاب تستهدفهم، ولا الناس اللي معاك في لاباج راك حاب تستهدفهم. على سبيل المثال يعني على سبيل المثال نديرو سويفون. هنا لما دير سويفون على لاباج راح تشوف هنا وينها الباج اللي راك حاب يعني الناس اللي يكونوا داير لك فيها جام، ولا الناس اللي مابونين لك، ولا اللي متفاعلين مع منشوراتك. يعني كامل المعلومات راح تلقاها كامل هنا. انت تقدر تحدد اي شيء يعني يفيدك انت واش راك حاب من هاد الحمله. وهنا يعني الاودينس سيميلار، انت لما راح تطلق الحمله نتاعك وحملتك الاولى لما تدير تيست راح يكون عندك جمهور، راح يكون عندك لوكا لايك. تقدر تحدد الناس الخاصين بك بعد ما تطلق الحمله الاعلانيه تاعك ويكونوا عندك هذوك الاشخاص. بعدها هنا راح تختار اي بلد تريد ان يظهر المنتج الخاص بك، يعني اي بلد سوف تستهدف. انا سوف استهدف الجزائريين والجزائر، يعني راح يعطيك لوكاليزاسيون وين لوكيشن وين انت تكون. انا على سبيل المثال راني في الجزائر. اذا انت حبيت تسبريمي كاش ولايه ما راكش حابها تقدر تكتب كيما هكا، تقدر تكتب اضرار. على سبيل المثال لا اريد ان يظهر هذا المنتج للناس اللي في اضرار، راح تضغط عليها كيما هكذا وتجيك هنا باللي راك سبريميت اضرار. هنا تسبريمي، هذه تسبريمي كامل الولايات اللي انت راك حابهم. وهنايا يعني الولايات اللي راك حاب انت تستهدفهم. انا درت الجيريا كامل واستغنيت على ولايه اضرار.
بعدها هنا تقدر انت تحدد السن اللي راك حابه. يعني هي في معظم الحملات الاعلانيه يعني معظمها نعمل 20 عام فما فوق. يعني على سبيل المثال انا راح نحط 20 عام حتى 60 عام. وانت لما تكون يعني داير تيست ويكون عندك الاودينس راح تشوف يعني الناس اللي يتفاعلوا مع الحملات الاعلانيه تاعك، ويكون عندك السن يعني شكون الناس اللي راهم يشروا بزاف ولا راهم يتفاعلوا. وانت تما بعدها تقدر تحدد شحال راح دير السن الخاص بك. هنا في الجنس لو جونغ، يعني تحب دير ام او تحب دير فام. يعني هنا انا لا انصحكم يعني تقول انا راني بيع فقط ساعات للنساء فسوف استهدف النساء، لا هذا خطأ. انت يعني يمكن هذاك يمكن يمكن هذيك المرأة تكون متزوجة وفاتحة حساب باسم ابنها وهو يكون حاطته ذكر، وهي تكون يكتب هذاك الحساب ثم ما راحش يظهر عندها الإعلان لأنه في الفيسبوك رايح حاطة. يعني أنت تما كاين بزاف ناس وبزاف اللي يشرو هما النساء العاملات، يعني اللي تكون خدامة تكون عندها قابلية الشراء هما اللي راح يشرو من الفيسبوك، ما راحش يشري لك طفل صغير. ثم انت هنا من الأحسن، ولا يمكن راجل يمكن يحب يدير هدية لزوجته، ثم هادو كامل يمكن راح تضيعهم إذا عملت فقط جنس واحد. ثم أنا راح نخليها كامل تو. هنا في السيبلاج بزاف من الناس يعني يعتمدوا على هذه هي يعني تحط يمكن تقول أنها هي آه، كلمات مفتاحية. يمكن تقول أنها كلمات مفتاحية. أنا على سبيل المثال أنا حاب نستهدف الناس اللي تخدم في الإي كوميرس. على سبيل المثال راح نكتب الإي كوميرس، حاب نستهدف إي كوميرس. لما نكتب أشتر أكتيف يعني الناس اللي موالفة تشري من الفيسبوك، هذه أشتر أكتيف. تقدر هنا تدير هذه تضغط عليها، هذه تقدر تضغط عليها وهنا تخرج لك يعني الوو كوميرس تاع الووردبريس ماركتينغ. يعني هنا انت تدير تختار واش راك حاب هنا اونلاين شوبينغ، يعني كامل هنا تختارهم انت والمنتج اللي راك دايره انت واش راك حاب دير. كانوا هادو هما يعني هنا كلمات مفتاحية يعني يمكن تقول او انت راك تبيع في حذاء على ما اعتقد. يمكن تكتب شوسير، يمكن تكتب شوسير إذا راك تبيع على سبيل المثال شيء للسيارات لنقل السيارات هذاك تقدر تدير فيكيل. هادو كامل عوامل يعني انت تقدر تتواصل، تقدر تحطهم باش تولي تقلص في الناس اللي راك حاب تستهدفهم. لانه هنا على سبيل المثال انا راني حاب نستهدف الناس، راني نبيع في منتج. هذا المنتج للناس اللي عندها السيارات. على سبيل المثال واش راح ندير؟ راح ندير اشتر اكتيف فيكيل، نضغط هنايا شوبينغ اونلاين، هنا فيكيل دوكاسيون فيكيل دو ليكس. يعني نقدر هادو كامل نديرهم. علاش نديرهم؟ يعني نقدر نحط تويوتا باش نقدر نقلص يعني الاودينس تاعي باش يروح ديريكتومون عند الفئة المستهدفة. انت يعني تقدر تحط بيجو سوزوكي فاميلي كار، يعني هنا انت تقدر تحط اي شيء اللي تحتاجه. ولكن اذا حبيت يعني تسيبريمي ماكش حاب هذا الاعلان يظهر عند الناس، تقدر تضغط على هذه. بعدها راح تضغط هنايا. على سبيل المثال انا ما رانيش حاب يظهر للناس اللي عندها الادمين تاع لاباج، يعني اللي يكون ادمين في كاش باجا تاع بيزنس غير ما رانيش حابه مانيش حاب تظهر عنده فيسبوك. هنا ادمنستراسيون دو فيسبوك بيج، يعني كما تلاحظون هنا راهي قريب 440 مليون. هادو تقدر يعني انت تقدر تحطها، ولكن انا كنت نعملها ولكن بعدها ما كنتش نعملها. كما تلاحظون هنا كانت 19 مليون وراهي تقلصت الى 15 مليون. انت كل ما يعني قلصتها يعني كل ما كانت يعني 500 ألف 400 ألف تكون أحسن. ولكن لازم تستخدم الكلمات الجيدة
اللي تصيب لي هذوك الاشخاص، وليست كلمات عشوائيه. بعدها هنا انت بلاسمون وين راك حاب يظهر هذا المنتج الخاص بك. يعني انت وين راك حاب يظهر على الفيسبوك، على الانستغرام، على الميسنجر. انا على سبيل المثال اريده على الفيسبوك فقط، لا اريده على الصفحات الاخرى. على الفيسبوك، ولكن لا أريده على الماركت بليس لأني أبيع منتج فيه فيديو لا يظهر أكيد على الماركت بليس، سوف أحذف الماركت بليس. بعدها هنا ستوري على الفيسبوك، أوكي. ريلز على الفيسبوك، أوكي. هذا لا أريدها، وهذه لا أريد أن تظهر هنا. لي ريشيرش نخليها، يمكن شخص راح يبحث على المنتج الخاص بي في الريشيرش ويمكن يطلع المنتج الخاص بي. هنا هادو كامل ما نحتاجهمش، يعني كل واحد وطريقة يعني في حملته الإعلانية. أنا مش نقول لك يعني في هذا الفيديو ما نحتاجوش، ما راحش نخدم كامل بهم، لا. أنا راح نجرب عدة حملات، وراني نجرب عدة حملات إعلانية. ثم أنت راح تولي تجرب، وكل خطرة واش دير وكل خطرة واش ما ديرش، وتشوف وينها الحملة اللي جابت لك الريزلت. هذيك هي اللي تخليها. هنا راح نضغط على افيشي بليس لي زوبسيون. هنا كذلك يعني تقدر تشوف لاباريت على الموبايل الخاص بك. يعني انت وراك حاب يظهر هذا الاعلان على الناس اللي عندها الهواتف سمارت فون، على الناس اللي عندها الحواسيب اللابتوب فقط، يعني تو لي زاباراي دو موبيل، اباراي يعني تاع الهاتف تاع ايفون اللي فيه نظام الاي او اس فقط، او نظام اندرويد فقط، او كامل على الأجهزة، أو هنا على الأجهزة اللي تكون بالواي فاي فقط. يعني أنت تحدد واش راك حاب وين راك حاب يظهر هذا الإعلان الخاص بك. هنا سوف نضغط، بعدها سوف نضغط على التالتة، أو نضغط على سويفون كما تريدون. هنا في التالتة اللي هي فيها الإعلان، واللي فيها وفيها البيبليسيتي الخاص بنا. هنا راح نعطيها الاسم تاعها اللي هي على سبيل المثال ليا شوب. هنا عطيناها الاسم ليا شوب. ايدونتيتي رانا دايرين لاباج تاعنا اللي هي ليا شوب. بعدها هنا اذا حبيت انت تربطها مع الانستغرام تقدر هنا دير الانستغرام الخاص بك. وهنا كونفيغوراسيون دو لا بوبليسيتي. انا لا بوبليسيتي نتاعي راني حاب ان نكريها، ما رانيش حاب تكون بوبليسيتي كاينه في لاباج. يعني تقدر انت دير بوبليسيتي تكون حاطها مقبل في لاباج نتاعك، وهذيك البيب هذاك المنشور دير له لا بوبليسيتي. من هنا تضغط عليها. هنا كري اون بوبليسيتي، يعني انت اللي تكري لا بوبليسيتي. انا راح هنا نضغط عليها، انا اللي راح نكري لا بوبليسيتي هذيك. بعدها هنا في الكونتينيو بوبليسيتير انا راني حاب نحط صوره، او انت راك حاب تحط فيديو، او راك حاب تكري ان فيديو كيما تحب انت. انا راني حاب هنايا على سبيل المثال اذا حبيت اجوتي ايماج تضغط عليها وتاجوتي ان ايماج اللي انت تكون مصممها. واكيد في الصوره او في الفيديو لازم تدير فيديو الخاص بك انت، يمكن بتعليقك الصوتي انت، او يمكن بالناس اللي معاك، او يمكن بانت تخلص الشخص وهو يدير لك تعليق صوتي لمنتجك الخاص. او صورة تانية كذلك لازم تكون صورة مصممة بتصميمك انت. يعني انت لازم يعني تكون عندك صورة مصممة خاصة. لازم هذه الاشياء الصغيرة انت تبان لك، تقول انا ندي صورة من جوجل او صورة من شخص منافس راح هذه الصورة وندير لها فيديو وندير نفس التكست وندير نفس التيتر وننتظر النتيجة. هنا انت ما راكش بذلت مجهود، ما راك ابدعت، ما راك درت والو. بعدها سوف تريد ان تنتظر النتيجة. يعني هنا انا اقول لك يا اخوي عزيز لازم تلعب بشويه. لازم تتعب، لانه باش تحقق نتيجه لازم تتعب بشويه. يعني كما قلت لكم ليكيب هنا سوف تحط الفيديو الخاص بك، وهنا التكست يعني اعلان النصي. لازم تكون مبدع وفنان في طريقه كتابتك لاعلان النصي. واكيد في الاعلان النصي لازم انت يكون من كتابتك. واكيد يعني
لازم تكون مبدع فيه، ما تديش كوبي كول فقط خويا عزيز. وهنا لو تيتر، على سبيل المثال يعني هنا ندير اجوتي ان ايماج، لا اعرف ماذا اريد، يعني على سبيل المثال اريد ان نحط هذه الساعة على سبيل المثال فقط كيف باش نوريكم المنشور فقط كيفاش يخرج هذا المكان. انا لن اعمل على هذا على هذا الساعة. في فيديو آخر بإذن الله سوف يكون لمنتج ونشارك معكم النتائج التي حققناها من بداية الحملة إلى آخرها، إلى المبيعات، إلى الطلبيات، وإلى الكونفيرمي والروتور والليفري. هنا على سبيل المثال يعني رانا حطينا هذه الصورة. بعد هنا سوف نحط ساعة ذكية، يعني أنت تكتب يعني لا أعرف يعني ساعة ذكية متوفرة الآن للطلب اتصل بنا. يعني أنت أكيد ما راح تكتب هذه الجملة في التكست، لازم تكون فنان كما قلت لك، لازم تكون مبدع. أنا فقط باش نبيكم باللي كيفاش راح تظهر فقط هذا المكان. بعدها هنايا تقدر دير هنا add text option، راح نضغط عليها راح تظهر كما هكذا. هنا تخيل يعني التكست اللي راح يبان في البرينسيبال يعني الذي يظهر. بعدها هنا راح نحط الاسم هذه الساعة تاعنا، ساعة سمارت واتش هذه اعتقد الساعة الساعة الذكية وصلت الآن. كما راكم تشوفوا هنا في التيتر راني حطيتها في التيتر، واكيد في الديسكريبشن تاني تحط الوصف لهذا المنتج لهذه الساعة، تحط لها الوصف تاعها. انا فقط هنا يمكن تلاحظون اعمل كوبي كولي فقط ولكن انت ما تعملش كوبي كولي. هنا كال تو اكشن هذه تقدر تاكتيفيها. هنا تشوف لاباج دو ديستيناسيون، يعني لاباج حنا ما راحش ندير بهذه لاباج، راح ندير بهذه لاباج اللي اختاريتها. يعني الناس وين راح يروحوا باش يهضروا معايا في لاباج، راح يهضروا معايا في هذه لاباج. هذه لا اريد تفعيلها، راح نديزاكتيفيها من هنا. هنا كال تو اكشن يعني على واجهة الموقع او على واجهة الاعلان عفوا. واش راك حاب يظهر للزبون؟ اكيد انا راني حاب يظهر يعني اون باي ان ميساج، لانه انا ما ربطتش الحساب نتاعي بالبيكسل باش نقول له اضغط على شراء او نقول له اضغط كوموندي، ولا ما عنديش لابليكاسيون باش نقول له سجل في هذه لابليكاسيون. ما درتش حملة ترافيك او الانجيجمنت باش نقول له ابوني. يعني انا درت حملة الرسائل اللي هي يعني ارسل لي رسالة لكي اتواصل معك وندردش وتعمل عليها كوماند. كما تلاحظون الآن هذه لا أريدها أن تظهر، قمت بإلغائها. هنا كما تلاحظون الساعة الذكية وصلت الآن، هذه اللي حطيناها في التاريخ كما تظهر. وهنا الوصف كما يظهر، هنا يظهر لك الوصف. هنايا في الميساج أنت تقدر تبدأ في الميساج. هنا ميساج التعريفي، يعني تقدر تقول له مرحبا بكم، مرحبا بكم فريق، مرحبا بكم إلى كل شخص يريد الاستفسار عن المنتج أو طلبه يرجى المهم اللي كيف يرجى اتصال بنا، وتكتب له على سبيل المثال الرقم. مرحبا بكم إلى كل شخص يريد استفسار عن المنتج أو طلبه
هذه تاء مغلوقه ما نديروش عليها هي الواو في بلاصتها. يعني كما راكم تشوفوا ليكيب هنايا او طلب به يرجى الاتصال بنا. يعني لما راح يتواصل معكم الزبون او الشخص راح الاعلان الخاص بكم راح يضغط على هذه وراح تخرج له هذه الكتابه. هنا في لي كيسيون انت تحب تحط له لي كيسيون لي ريبونس تاعهم، زعما تحط كم التوصيل، زعما يقول لك كم السعر هذا المنتج، تحب تكتب له هنا كم، اي تقول له سؤال كم السعر وتحط له لا ريبونس شحال يكون. يقول لك على سبيل مدة التوصيل كم، تكتب له هنا كم مدة التوصيل وتجاوب عليها. يعني انت هنا تحب تحط لي ميساج، تحب ما تحطهمش كما تحب انت. يعني كانت ببساطة هذه هي واجهة يعني الجيسيونير دو بوبليسيتي، يعني كيفاش دير لا بوبليسيتي نتاعك. وتكلمنا على حملة بالرسائل. بعدها يعني راح نديروا لكم حملة نطلقوا فيها الاد ونديروا اعلان لمنتج اللي راح نخدموه باذن الله، ونشارك معكم كامل كيفاش نصنعوا الفيديو، كيفاش نديروا التكست تاعنا، كيفاش نبارطاجوهم، كيفاش نديروا الحملة تاعنا، وكيفاش نسيبلوا الناس اللي رانا حابينهم يتواصلوا معنا ونجيبوا المبيعات. يعني كان هذا الفيديو تاع اليوم، نتلاقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله. اتهلا في روحكم ليكيب، والسلام عليكم.